ميدو يطالب بإيقاف الدوري المصري بسبب الأهلي. تعليق مفاجئ من مدرب حرس الحدود بعد مواجهة الأهلي. رد فعل هستيري من عمرو أديب على فوز الأهلي. ونبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أنه لا بد من إيقاف مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في حالة تم تأجيل أي مباراة للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. وأوضح أحمد حسام ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: الصح والعدل هو تأجيل مباريات الفرق الأخرى حال تأجيل مباراة الأهلي للارتباطات الأفريقية. وتابع: ليس من الصحيح أن يكون فارق المباريات المؤجلة بين الفرق تصل إلى 6 مباريات. تعليق مفاجئ من مدرب حرس الحدود بعد مواجهة الأهلي. علق محمد مكي المدير الفني للحرس بعد المباراة تجهيز لاعبيه فنيا ونفسيا للمباراة نظرا للموقف المتأزم للفريق في الجدول بسبب تذيله الجدول برصيد 20 نقطة. كان على أمل في تحقيق مفاجأة أمام بطل إفريقيا لمساعدته في إضافة 3 نقاط جديدة لرصيده. وأكد محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود أنه حزين لعدم تحقيق الفوز اليوم أمام الأهلي في المباراة التي جمعتهما. وأضاف أحمد أيوب: موقف حرس الحدود صعب، ولكن طول ما أنت بتحاول وتجمع النقاط، أي نعم إحنا من 3 فرق من تحت وما زلنا في منطقة الخطر، ولكن سنقاتل في كل مباراة وقدمنا أداء جيدا ولكن ما فيش توفيق. رد فعل هستيري من عمرو أديب على فوز الأهلي. علق الإعلامي عمرو أديب بعد فوز النادي الأهلي على نظير حرس الحدود من المباراة التي جمعت بينهما في الدوري المصري قائلا: لا مش معقول يحصل كده وانتم اكيد بتهزروا. واضاف أديب خلال تقديمه برنامج كل يوم المذاع على فضائية MBC مصر: يا نهار اسود، انا نفسي مرة تتغلبوا، ما فيش فايدة، مشيرا الى ان النادي ريال مدريد وبرشلونة يخسروا وعاد النادي الاهلي قائلا: بيكسبوا كل حاجة الاهلاوية.